السلام الأحباب. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. وكيف ديما كنتمنى من الله يقرب لكم السعادة والهناء والصحة، ويقرب لكم كذلك جميع المسببات ديالهم. وكنتمنى كذلك باش ربي يبعد عليكم الأحزان، ويبعد عليكم الأسقام والأمراض، ويبعد عليكم الهموم، ويبعد عليكم كذلك جميع المسببات ديالهم. تحياتي لكم كاملين، سواء الناس الاولين اللي بداو معايا ومازالين معايا، سواء الناس اللي التحقوا بينا من بعد، سواء الناس اللي كيسمعونا وربما غير التحقوا بينا ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كنتمنى من بعد. تحياتي لكم، وكنعتذر على الغياب اللي بعض المرات كيكون طويل، ولكن كيف ما كنقول دائما فوق طاقتك لا تلام. يعني كاينه ظروف صحيه، ظروف اجتماعيه اللي كتخليني نطول الغيبه واحد شوي. ولا ما نزيد نقدم نطول عليكم في المقدمة. وقبل ما ندخلوا للقضية ديال اليوم، نتمنى ترتاحوا في الجلسة، تعملوا الكيت في الودينات، وتحاولوا تتخيلوا مجريات وأحداث القضية اللي غادي نعرض عليكم. القضية ديال هاد المرة جرات الأطوار ديالها في مدينة الجديدة، هاد المدينة الجميلة الساحلية. كانت كتعيش واحد الأسرة. هاد الأسرة مكونة من الأب، واللي هو كان كيعمل في البحر، يعني كيعمل بحري، ولكن ماشي بحري عادي، كان كيعمل رئيس ديال المركب. وحنا كنعرفوا بلي الرئيس ديال المركب يعني كيصور ماديا الفلوس اكثر من البحري على الاقل واحد 3 المرات، الا ما كانتش 4 او اكثر. يعني المدخول عنده كان مزيان، من داكشي الرفيع كيصور الفلوس. هاد السيد البحري كان مزوج بواحد السيدة، ورازقهم الله 2 وليدات، بنت اللي هي الكبيرة وولد. هاد البنت حنا غادي نسموها نهيلة، والاخ ديالها غادي نسموه عزيز. نهيلة في هاد الفترة اللي حنا كنهضروا عليها، كيف ما هي قرات بحال جميع بنات المغاربة، هي وخوها. وحنا كنعرفوا بان الاخوان اللي كيكونوا مطاردين، يعني اللي كيكون واحد زايد مور الاخر، كتكون دائما بينتهم واحد المنافسه، يعني واحد الحساسيه شويه زايده في الدار دائما. وهذا الكبير كيبغي يفرض السيطره، والصغير ما يعني كيكون متمرد على السيطره ديال خوه اللي كبر منه. الام ديالهم كانت ربة بيت، يعني ماشي شي سيده كتشتغل برا، وانما العمل ديالها راه كتقوم به على احسن وجه في الدار ديالها. التربيه، العنايه، الطبخ، النظافه، اي حاجه كتقوم بالدار، ولهذا كنسميوها ربة بيت. الوليدات قراو وكبروا كيف وليدات الشعب، ولكن فاش طلعوا من الابتدائي للاعدادي، نهيلة غبدات تغير يعني التصرفات ديالها. من حد كتكبر، ومن حد الجسم ديالها كيتطور تا هو وكيكبر معاها وكينمو معاها، فما جات فين توصل يعني الاخر ديال الاعدادي، السنه الثالثه اعدادي، حتى ولات بنت كتبان مكتمله يعني النضج جسديا، يعني ولات كتبان بنت يعني ديال الزواج. خوها كان صغر منها بعامين. ومن هذيك السنه اللي غادي تنتقل في هذه السنه الاولى ثانوي، يعني الجذع المشترك، او اللي كيقولوا الناس الاولين الخامسه، فملي غتنتقل لهاد السنه يعني غيبان عليه هذاك التغير في الاخلاق ديالها وفي التصرفات ديالها. ما يبقاش غير التغير في الجسم ديالها، وانما غيولي تغير في الاخلاق ديالها، وفي المعاملات ديالها، وفي التصرفات ديالها. ولات واحد البنت اللي كتحاول تكون متحرره، واللي يساعدها كاع على هادشي بزاف هو انه ما كاينش الاب في المنزل، او قليل في كيكون الاب في المنزل. كنعرفوا العمل ديال الناس ديال البحر، كيغيب 3 ايام، كيدخل يجلس نهار او يومين، كيغيب 4 ايام، كيغيب يومين، بارفوا كيغيب سيمانه، بعض المرات حتى لشهر، على حساب المكان اللي هما كيمشي يصيدوا فيه، واش قريب للمدينه اللي هو فيها او بعيد من المدينه اللي هو فيها. وهذا الشيء كيف ما قلنا ساعد نهيلة باش تاخد حريتها في اللبس، في اختيار الصديقات، وبزاف د الحوايج. في المدرسة خوها ما كانش راضي على هادشي، وبالاخص ملي كيشوفها عزيز، ملي كيشوف اختو نهيلة واقفة مع شي مجموعة ديال الولاد
وبعض المرات كتكون هي اللي بنت وسط منهم ما كيعجبوش الحال، يا اما كيغوت عليها تما في الليسي، يا اما ملي كيجيو للدار كينوض هو وياها الصداع والغوات. ولكن نهيلة دائما كتلقى في الجنب ديالها الام ديالها اللي كدور في خوها عزيز وكتقول لي ماشي شغلك، ماشي سوقك، ديها في راسك، ديها في قرايتك، انت ما كتصرفش عليها. ثانيا هذيك اختك هي الكبيره، خاصك ديما تحتارمها، ما تطيحش بها، ما تطيحش لها القيمه ديالها قدام البنات والولاد اللي كيقراو معاها، وانت ماشي هو باها. بحال هكا من هاد النوع ديال اللوم اللي كتبقى تلوم فيه وتعاتبو علاش هو دار في اختو، وانتم كتعرفوا شاب تا هو هذيك الساعة يعني بداية المراهقة، كيحس براسو، كيحس يعني بديك الرجولة ديالو، بعزة النفس، ما غيرضاش قدام أصدقائه. اختوك ملي كتلقى تشجيع من امها بطبيعة الحال كتمادى في هذاك الشيء، هو كيزيد يغيضو داكشي، واللي كيزيد يغيضو اكثر هو انه الام ديالو ماشي كتكتفي غير باش كدور فيه وتقولو يدخل سوق راسو، وانما كتحذرو حتى من انه ملي يجي باه ما يقولش ليه هادشي. كتقول ليه باك غيجي عيان، باك كيجي مسكين الله اللي عالم به باغي يرتاح، ما تزيدوش هم على هم، انا راني عارفه اختك وانا اللي كنتحمل المسؤوليه ديال الاعمال ديالها والتصرفات ديالها، اذا بلا ما تدخل باك لهاد المسائل. البنت كيف ما قلنا غاديه وكتعمق في هذاك الحريه الشخصيه اللي كتعتبرها هي حريه شخصيه، وهي في نفس الوقت راه كانت كتنحرف. كانت عندها واحد الصديقه اللي كتسكن في نفس الحي، واللي كانت كتقرا معها يعني من الابتدائي، وكانت ديما معها. وهذيك البنيه بنت يعني بنت دارهم ومعقوله كما اغلبيه البنيات، الله يهديهم كاملين والله يهدي الوليدات كاملين، مداها في قرايتها، يعني بنيه ضحوكيه كذا، ولكن مع البنات ومع الاصدقاء ديالها ديال القسم، ولكن كله في حدود المعقول. وحتى اللبس ديالها لبس معقول، يعني كيساير العصر ولكن في احترام وفي حشمه وفي وقار، يعني عاطيه لنفسها قيمه. عيات ما تنصح في صاحبتها نهيله وكتقول لها بعدي من هذيك الشلات اللي كتمشي معاهم، راه ما يليقوش لك، راه ماشي من مستواك وماشي من قيمتك. عيات ما تقول لها، ولكن اللي في راس نهيله هو اللي في راسها. حتى ان الام ديال هاد الصديقه هزات واحد النهار التليفون وعيطت للام ديال نهيله، وقالت لها بنتي راه عندي شي خبار نقولها لك وخفتك ما تقبليهاش، ولكن انا راه بحكم بنتك شاركه مع بنتي الملح والطعام سواء في داركم سواء في داري، فكنا كنعتبر نهيله بحال بنتي، وكنخاف عليها كيف كنخاف على بنتي، وهذا الشيء اللي خلاني نهضر معك في التليفون اليوم وندوي لك. الام ديال نهيله بطبيعه الحال يعني دخلتها واحد شويه تشخوشات واحد شويه على بنتها. قلت لها شنو كاين؟ قالت لها انتي دابا حنا عارفين بنياتنا هاد العام عندهم السنه البكالوريا، و وهاد السنه راه كتبغي الخدمه. بنتي راه دابا ولات باغت يعني تساعد مع بنتك ويتعاونوا فيما بينهم، ولكن راه قالت لي يا ماما راه نهيله ولات كتمشي مع واحد البنت اللي الاخلاق ديالها مش ولا بد كيف كيقولوا، يعني واحد البنت مستهتره، واحد البنت يعني كيف كيقولوا هما واحد اللاعوب، واحد البنت اللي كتجي للمدرسة غير باش تلقى الولاد، ويعني وكتمشي في السيارات مع الأجانب مع البرانيين، الناس اللي ما عندهم حتى علاقة بالمدرسة، دوك صائدي الفرائس اللي كيجيو يصيدوا الفريسات ديالهم قدام المدارس. وراه تا نهيلة راه بعض المرات كتركب معاها في شي سيارة وكتمشي معاها مع الغرباء. وهادشي علاش انا حذرتك وقلتها لك باش ماشي واحد النهار تقولي بنتك كانت في راسها وما قالت لياش وانا ما عرفتش وكذا. والام ديال نهيلة قالت لها واخا شكرا جزاك الله بخير، ودابا ندوي معاها ودابا نشوف. ولكن هي في الحقيقة سمعات الكلام ديال هاد الام من الودن اليمنية وخرج لها من الودن اليسرية، يعني كأن ديك الام كاع ما حدراتها وكاع ما دوات معاها ولا قالت لها شي حاجة. واستمرات نهيلة في هذاك التصرفات ديالها، واستمر خوها في احتجاج ديما عليها بشدة، وطورة في وجهها ويدور فيها،
ولكن الأم كانت هي السند ديالها، وفي نفس الوقت كانت هي السد المنيع ما بين خوها وما بينها. والأب كيجي وكيمشي وكيجي وكيمشي وما فراسو ما يتعاود، لحتى غيجي واحد النهار. هذاك النهار الأب كان في مدينة جديدة، جا داز على وليداتو كما كنعرفوا هاد الناس ساكن ديال البحر ملي كيجيو اول حاجه كيمشيو لها مشتاقين وهي الحمام، مشى غسل عظيماتو، سخن كما كنقولوا عظيماتو والمفاصل ديالو، جا لدارو تقدا داكشي مع الدواطاب الزوجه والوليدات، تغداو مجموعين، وغادي يخرج عزيز واختو نهيله للثانويه ديالهم. عزيز السانكيام اني هذيك الساعه، والاخت ديالو كيف قلنا في بكالوريا، غيمشيو للثانويه. عزيز عنده الدراسه من 2 ل4، ونهيله على الدراسه من 2 حتى ل6. مع 4 جا عزيز، مشى هو وياه مجموعين، دخلوا بجوج للثانويه. مع 4 خرج هو جا للدار. وصلت 6 ما جاتش نهيله، وصلت 7 ما جاتش نهيله، 8 9 10 ما جاتش نهيله. هنا الاب والام يعني تشوشوا على بنتهم، لان هي كدير السوايع كيخلص عليها السوايع، يعني دوك دروس الدعم والتقويه اللي كنقولوا حنا السوايع، يعني عند عامه الناس كيسموهم السوايع. كتمشي لهم مع 6 ونص او 7، ولا تعطلات كيستمروا حتى 9 ونص كتكون في دارهم. اذا ملي وصلت 10 دارهم يعني دخلهم واحد شويه الارتباك، وحسوا بواحد شويه القلق على بنتهم. تسناو فاتت 10 وربع 10 ونص، السيد هز السياره ديالو وهز ولدو وقال لي يلا نمشيو نسولو عليها في بلاصه كدير السوايع. ومشاو، ولكن من وصلوا لهذيك المؤسسه اللي كدير فيها السوايع غادي يتفاجئوا من السيد المسؤول بان نهيله اكثر من شهر هذا باش مبقاتش كدير السوايع، مبقاتش كتجي دير السوايع. الاب ديالها يعني تصدم، كيفاش هو كيعطيها واحد المبلغ مهم ديال المال باش كتزيد السوايع، وهي كتقبطو وما كتجيش دير هذوك الحصص ديال الدعم. اذا فين كتمشي هاد البنت طيغال هاد الوقت؟ هنا فاش غادي يرجعوا للسياره وتم راجعين للدار، الدري غيفرغ قلبو على باه، غيعاود ليه كل شيء من طاق حتى السلام عليكم، انت بابا واش كان كيوقع. وها اللي ما كانش كيخليني ندوي معاك راه هو تهديد ديال الام ديالي. وملي كتجي حتى وهي كتبقى ديما مقابله معايا وتغمز فيا باش ما نهضرش، وملي كندوز من حدايا ونكون في كوزينه او في البيت كتقول لي وياك راه لا هضرتي معاه غتشتت لينا الشمل، راه غدير الاسره ديالنا، واي حاجه غتوقع غتكون بسببك، وغنبقى ساخطه عليك دائما. وهادشي اللي كان بابا كيمنعني ما نقولكش. الاب تفهم الوضعيه ديال ولده، معذره، وجاو وياه جاو للدار. هنا كينفجر على المراه، كيقول لها بنتك اكثر من شهر هذا ما كتمشيش، وبنتك انت عارفاها كتمشي مع البنات اللي ما كيسواوش وكذا وكذا وكذا، وكاع داكشي اللي كانت كدير البنت واللي عاود ليه بنت ولده قالوا للمراه. وكنعرفوا بحال هذا كيفاش كيكون الوضع، ونتخيلوا كيفاش الاب كيغوت والام حاضره راسها مسكينه. هي من واحد الجهه كيف ما كنقولوا الكبده، ولكن ملي ما كيكونش الكبده بواحد العقل وواحد التصرف عقلاني مع الوليدات، راه كيوليها كندفعوا وليداتنا للضياع. ما كتبقاش هذاك حب، ما كيبقاش هذيك حقه الكبيده ولا بنتي عزيزه عليا ولا ولدي عزيز. كاع وليداتنا عزاز علينا وبناتنا عزاز علينا، ولكن راه لابد من واحد شويه الحزم، لابد من واحد المعقول، لابد من واحد شويه ديال الصرامه باش الوليدات يمشيو في الطريق المستقيم. هنا الاب ملي ما البنت ما كايناش، قالوا نسولوا صديقتها. ملي سولوا صديقتها القديمه قالت لي ما ودي انا راه شحال هادي قطعت معاها، رانا قطعت معاها من نهار تبرات ماما لعند خالتي ماما نهيله، وقالت لها اش كاين واش كاين، وشافت بان البنت بقات مستمره في هذاك السلوك ديالها، وكتمشي مع البنات الطائشات وكتمشي تركب في السيارات وكذا. قالت يا بنيتي مابقايش تمشي معاهم، انتي دا في قرايتك. وداك الشيء اللي درت راه من هذيك الوقيته راه تقريبا شي شهرين هادي ما كندويش انا ويا، الله السلام في المدرسه وصافي. الولد
كيقول لي انت اليوم كيفاش وقع؟ قال لي مودي انا راه مشيت انا وياها، دخلات مع الباب ديال المؤسسه، وانا دخلت مشيت ناحيه لي كلاس ديال اللي كنقرا، وهي بانت لي اتجهت الجهه اللي فيها المراحل اعزكم الله. وراه باين ربما بان غير انا تخبيت عليها، دركت عليها، وهي دارت تما شي دويره وخرجت رجعوا للدار، بقاو كيتسناو اشنو غيديروا. وصلت واحد الوقيته قريبه 12، الراجل ما صبرش مشى للكوميساريه، دا الصوار مع ديال بنتو، ومشى وقدم لهم نفسه وطلب منهم باش يعملوا واحد البحث لفائدة العائلة، يعني بحث عن متغيب فائدة العائلة، وبالأخص أن بنته يلا غادي تقفل 18 سنة، عندها 17 سنة وشي حاجة، ويعني عندها وقتها دارت لاكارت ناسيونال، بحكم ان كتكون تسهيلات من اداره الامن الوطني باش يديروا للوليدات اللي ما واصلينش 18 سنه بطاقه التعريف الوطنيه، غير من اجل البكالوريا. وهذه مساله متعارف عليها، واخا تكون عنده 17 او 16. وحتى الناس اللي كيكونوا باغيين يخرجوا برا بالنسبه لانجاز باسبور، تا هما كيديروا لهم لاكارت ناسيونال، واخا تكون السن باقا ما وصلتش 18 سنه. حكى البوليس الظروف وكيفاش اختفت بنته. قال له ودي حنا غنقوموا بالاجراءات في هذا الليل، خلينا الهاتف ديالك، وإلا كانت شي حاجه راه حنا نعيطوا لك. فعلا خلى لهم الرقم ديال الهاتف ديالو، ورجع هو وولدو، والبوليس كيقوم بالاجراءات الاعتياديه، يعني غيبدا يبحث في باقي الكوميساريات ديال المدينه، في السبيطارات، في اي بلاصه يعني ديال المخزن، لربما هاد البنت تكون في شي بلاصه في هاد الاماكن. الاب وولدو تا هما مساكن باتوا كيدوروا بالسياره، ما خلاو فين مشاو، الجرادي تحت القناطر، الخارجه ديال المدينه، ما خلاو كاع اي مكان اللي قدر تكون فيه هاد البنت اولا جالسه فيه، ما خلاوش فين مشاو، حتى طلع الفجر والبنت ما جاتش. جاو للدار، ويمكن لينا حنا نتخيلوا هنا الحالة النفسية ديال الأب وديال الأخ وديال الأم ساكن، كيفاش كلهم يعني الحالة النفسية ديالهم كيفاش كانت متدهورة، وكيفاش كانوا يعني لا ماكلة لا نعاس، والقلق والخوف على المصير ديال بنتهم أشنو واقع. طلع النهار، أول حاجة غيدير الأب ملي غيوصل الوقت ديال افتتاح المدرسة، غادي يمشي للثانوية، غادي يدخل غادي يسول على بنته البارح معاش خرجات. كيتفاجأ مرة أخرى مع السيد المدير والحارس، السيد الحارس العام، بأنه من خلال السجل ديال الغياب أن البنت تقريبا شهرين هذه ما كتدخلش للدروس ديالها. واكتشفوا بأن حتى العنوان اللي عاطياهم ماشي العنوان الأصلي ديال الدار ديالهم، حتى ارقام التليفونات اللي عاطيهم على اساس انهم ديال والديها ماشي هم هذوك الارقام. يعني البنت عندها النيه مبيته، واحد النيه خبيثه، عندها اهداف خبيثه اللي خلاتها دير هاد المسائل. وقال لهم ودي راه كانت مرافقه مع واحد البنت اللي تا هي راه ما كتدخلش، وهذيك البنت راه السنه الاخيره ليها في البكالوريا، يعني مضوبله 2 مرات، وغتعاود السنه الثالثه وعاودتها غير باستعطاف، يعني بواحد الطلب النيابه باش النيابه ديال وزاره التربيه الوطنيه هي باش تولي يعني يسمحوا ليها دوز هذيك السنه الاخيره. ولكن هذيك البنت راه تاهي ما كتدخلش، وسمعه ديالها خايبه بزاف، يعني ما يمكنش اي بنت سويه تمشي معاها. وراه عياو تاهي ما يراسلوا الاهل ديالها، ولكن ما عمر شي واحد جا من الاهل ديالها ولا سول فيها ولا قلب عليها. هنا الاب غادي يطلب من البنات والولاد اللي بمساعدة ديال الأخ ديالها عزيز باش يعرفوا هذيك البنت فين كاينة، البنت اللي هي كتمشي معها، هذيك البنت اللي ما مزياناش واللي يزيدات على الطريق، وتعرفوا على الدار ديال هذيك البنت. ومشى عزيز هو الأب ديالو، ولكن ملي غيمشوا غيتفاجئوا أن هاد الناس راه كيعيشوا واحد الوضع يعني غريب. الأب خارج عندهم ما كايناش حتى 10 ديال النهار، وهو ديجا في الشراب وسكران. الام باينه من داك النوع تا هما من شر ما خلق، عندهم واحد يعني جيش ديال الاولاد،
والدين بزاف، شي كبير شي صغير، يعني واحد الوضع. والدار كتبان من، يعني غير من الهيئة ديال الدار والصورة الخارجية ديال الدار، كيبان لك بأن هذوك الناس تما يعني من داك النوع اللي ما تبغيه يكون لك لا جار ولا قريب ولا حتى شي حاجة. من داك النوع الله يحسن العوان، الله يهدي الناس. يعني شان نقول دوك العائلات، الله يسمح لي من هذه الكلمة، اللي كنقولوا كيعيشوا في الوسخ، من عائلة موسخة، من كلامها، من تصرفاتها، من يعني حتى هما واقفين معاهم وكيسمعوا الاب كيفاش كيخاطب ولادو وبناتو بالفاظ يعني ما يقدرش الاب العادي يقولها لوليداتو ولبناتو، وكذلك الام حتى هي كيفاش كتجاوب مع وليداتها. من يقول لهم نتوما واش بنتكم غايبه وما كتسولوش عليها؟ قال له ودي حنا مولفين، كتغيب بسيمانه بعشر ايام الدور تتعيا وترجع، وتا لا ما رجعت غادي نتهناو. ادفع ما اش كتصايب لينا، اش كتجيب لينا؟ كتجي تاكل الخبز هنا والدقيق، اللهم نتهناو من هاد مشى تبعد منا كاع وبقات غابره. يعني هذا ملخص ديال الكلام اللي قالوا الوالدين ديال ديك البنت اللي غابره على بنتهم. رجع الاب ديال عزيز وديال نهيلة مسكين، رجعوا ولدو عزيز للدار وهما مكلومين، هما مجروحين، ما باليد حيلة. اش غادي يديروا؟ هما البوليس مشاو عنده، والبوليس راه كيقوم بشغالاته، وطرقوا عاوتاني البوليس وخبروهم بهذا الشيء، هاد المستجدات. والبوليس تا هما داروا البحوثات ديالهم والابحاث ديالهم، وسولوا هنا وسولوا هنا وقلبوا هنا وقولوا هنا، والمخبرين وكاع اللي عنده علاقة تم بعالم الدعارة أو بعالم الفساد، ولكن بدون نتيجة. ويمكن لكم تصوروا الحالة اللي فيها الأسرة ديال نهيلة، سواء أخوها سواء أمها سواء أباها، يعني النفسية ديالهم تدمرات. حتى عزيز مبقاش مسكين كيقدر يمشي للثانوية، لأن كيف ما كنقولوا القضية دارت بوم، كلشي ساق لها الخبار. وهو كان نفس، يعني كنقول واحد الولد نفيسة، يعني عنده عزة النفس، يعني حتى هو مسكين مرضاش يواجه الناس ونظارة الناس وديك الشماتة وديك الضحكات ديال راك عارفين الدراري المراهقين راه ما كيراعيوش النفسية ديال بعضهم بعض. يعني وكاين اللي باغي غير انت يضحك على واحد اخر، هو عنده هذاك الشيء غير تنمر وغير يعني راه كيدوز الوقت وكيضحك، ولكن راه كينسى الاثار اللي كيتسبب بها، الاثار النفسيه السيئه اللي كيتسبب فيها للغير ديالو. وهادشي اللي كان واقع العزيز مسكين، كان ما راضيش، ولهذا ولا تو جالسها في الدار. وداز ليام وما بانت اخبار على نويلة وصاحبتها. الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث، الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع، دازو 5 اشهر. واحد النهار شي ناس في نواحي مراكش، في الطريق اللي كتاخد لوريكا، الطريق اللي كدير لوريكا، جايين شي ناس تكيبان ليهم واحد الجبنات متكين حدا واحد الشجرة، ولكن الطريقة اللي متكين بها غريبة. ملي كيقربوا حداهم مزيان كيلقاوهم ميتين. واش عرفهم ميتين؟ لانهم مطعونات وعريانات من الفوق، يلاه لابسين شي حاجة يعني هادي كيلوط هما اللي لابسين لتحت، وما عندهم صبابط في رجليهم، ما عندهم سراول، من الفوق كيف ما قلنا عريانات، والجسم ديالهم كله طعنات، كله عام متقبين يعني مزوقين بالطعنات. طعنات كثيرة اللي كانت فيهم. وحدة كتبان بأنها يلا عندها شي 18 سنة، والأخرى كتبان عندها شي 20 أو 21 سنة. بطبيعة الحال خبروا رجال الجندارم، رجال الدرك، جاو قاموا بالمعاينات ديالهم، هزوا البصمات ديال البنية يعني من خلال الدرك العلمي اللي كيجي معاهم، قاموا بالإجراءات، صيفطوا داكشي المصلحة ديال الجدادات ديال الشرطة ديال يعني الولاية ديال الأمن. ومن بعد غتجي النتائج وغادي يعرفوا شكون هما هادوك البنات، وغادي تكون كيف ما فعلا تخيلتوها وكيف ما فعلا تصورتوها، نهيلة وصاحبتها. هادوك الجثات ديال نهيلة وصاحبتها اللي هربوا هادي 5 شهور. طبيعي الحال غادي يتعلموا الوالدين ديال نهيلة وديال البنت الاخرى. الوالدين ديال نهيلة ملي غيمشوا ما غيصدقوش هداك الشيء اللي وقع، ولكن
داكشي اللي كان هو اللي يعني اللي جرى جات الفاس في الراس. وهنا غادي يبدا البحث باش يعرفوا شكون اللي دار هاد الفعلة، وكيفاش وقع لنهيلة، وكيفاش وقع لصديقتها، حتى وصلوا لهاد الحالة. حتى لهنا غادي نقول لكم القصة ديالنا او القضية ديالنا انتهت. ان شاء الله غدا او بعدو ننزل لكم البقية ديالها. ما تنسونيش من اللايكات، ما تنسونيش من البارطاج، وما تنسونيش من التعليقات ديالكم، لان هذا هو الدعم اللي كيدعم القناة، هو اللي كيخليني نعاود نقدر ونتشجع وندير فيديو مورا فيديو. ولو ان يعني كيف ما قلت لكم الصحيحة شوية ما مساعداش، وتشجيعاتكم هي اللي كتخليني، ودعمكم هو اللي كيخليني نستمر. وحتى نتلاقى بكم مرة أخرى، كنقول لكم تهلاو الحباب.